عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. شوية وعي تحميك من اختراق كبير. هتشهد القاهرة حدث مهم جدا يوم 18 يناير. استعدوا لواحد من أهم الفعاليات اللي هتجمع خبراء التكنولوجيا وأمن المعلومات في كل أنحاء العالم. يقدم لكم حزب التحالف الوطني المصري بالتعاون مع برلمان الشباب العربي الأوروبي التحول الرقمي وأمن المعلومات. المؤتمر ده مش مجرد حدث عادي، دي منصة هامة هتناقش كل القضايا الحيوية المتعلقة بالتحول الرقمي وأمن البيانات في كافة وفي عصر التكنولوجيا المتسارعة. تعالى هناخدك في رحلة صغيرة مثيرة جدا في عالم الأمن السيبراني. تعرف يعني إيه أمن سيبراني؟ وليه التحول الرقمي بقى موضوع مهم جدا؟ في عصر التكنولوجيا اللي بنعيش فيه دلوقتي حياتنا كلها تقريبا معتمدة على العالم الرقمي. شغلنا، تعاملاتنا البنكية، أسرارنا الشخصية، كل حاجة حوالينا بقت متصلة بالإنترنت. زمان كانت المعاملات كلها ورقية، دلوقتي كل حاجة أونلاين. البنوك، التعليم، المشتريات، حتى العلاقات الاجتماعية. التحول الرقمي هو المستقبل، بس السؤال هنا ازاي نحمي حياتنا الرقمية؟ وايه هي الجرائم الإلكترونية؟ تعرف ان كل يوم بيحصل ملايين المحاولات لاختراق حسابات الأفراد والشركات؟ هل فكرت ازاي ممكن هجمة إلكترونية تدمر اقتصاد دولة؟ الجرائم الإلكترونية بقت أخطر من الأسلحة التقليدية لأنها بتعدي الحدود وبتضرب في صميم الخصوصية والأمان. ازاي طيب نقدر نعزز ثقافة أمن المعلومات؟ فاكر لما سألناك عن حماية بياناتك؟ هنوضح في المؤتمر طرق بسيطة لأي شخص يحمي نفسه على الإنترنت. هنتكلم كمان عن أهمية حوكمة الأمن السيبراني وإزاي الحكومات بتواجه التحديات دي، وهتكون محاور المؤتمر كالتالي. محاور المؤتمر: مفهوم التحول الرقمي وأمن المعلومات. التحول الرقمي مش مجرد تحديث للتكنولوجيا، ده تغيير كامل في طريقة تعاملاتنا مع البيانات والمعلومات. المؤتمر هيشرح المفهوم بشكل تفصيلي ويوضح ازاي نحمي نفسنا من اي مخاطر رقمية. مخاطر الفضاء السيبراني وتأثيرها على السلام الدولي. اكيد بعد اللي شرحناه لك ده فكرت ان الجرائم الالكترونيه ممكن تكون اخطر من الحروب التقليديه، وازاي الفضاء الرقمي بيأثر على الامن والاستقرار الدولي. المؤتمر هيعرض امثله واقعيه ويشرح دور الحكومات في حمايه الفضاء السيبراني. الجريمه الالكترونيه العابره للحدود والقارات. الجرائم الالكترونيه مش مقتصره على دوله معينه، ده مجال مفتوح بيهدد خصوصياتنا واماننا على مستوى عالمي. هنناقش فيه ازاي ده بيحصل وهنعرض وقائع حقيقيه بكده. تعزيز ثقافة أمن المعلومات، إزاي نعلم الأجيال الجديدة أهمية الحفاظ على بياناتهم. هنعرض أفكار وحلول مبتكرة تساعدنا نواجه التحديات الرقمية اليومية. حوكمة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية. إدارة المخاطر الرقمية مش بس للشركات، لأنها كمان حاجة أساسية لكل فرد بيستخدم الإنترنت. دور صناعة المحتوى الرقمي. فكرة إن الإنفلونسرز والبلوجرز ليهم دور كبير في نشر ثقافة الأمان الرقمي. المؤتمر هيعرض ازاي نستخدم المحتوى الرقمي لتوجيه الناس بشكل ايجابي. التطبيقات العربية والإبداع. هنعرف هل التطبيقات اللي بنستخدمها تساهم فعلا في تطوير الإبداع ودعم المجتمع، وإزاي نوجهها لخدمة احتياجاتنا الفعلية. ليه لازم تحضر؟ علشان ده مش مجرد مؤتمر عادي، ده حدث بيديك فرصة تتعرف على مخاطر الفضاء الرقمي وإزاي تحمي نفسك وأسرتك. كمان هتتعلم إزاي تكون جزء من مجتمع واعي ومستعد للمستقبل. التفاصيل: التاريخ السبت 18 يناير 2025. المكان قاعة مؤتمرات بانوراما التجمع الخامس شارع التسعين الجنوبي. ما تضيعش الفرصة لو مهتم بعالم التكنولوجيا أو عايز تحمي نفسك وشغلك من أي مخاطر رقمية، ده المكان المناسب ليك. جهز نفسك ليوم هيغير فكرتك عن التحول الرقمي وأمن المعلومات. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.